السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا موضوع السياسيين. يعني اسأل المخلوق، مخلوق عادو خلق عادو ما يتكلمش، قل له الجمعة مو معناه، مو معناته، مو هدفه تجديد إيمان المسلم، مش تفسيد المسلم. هذه الأيام قارجة تفسيد المسلم، تخلي المسلم يحرم على يروح الجامع. لما الذي يطلع يفقى المنبر وهات يا سياسة، هي بيت الله للصلاة للعبادة. ايش تدخل تقرأ القرآن ولا بيت أبوك؟ بو مجلس سياسي على تيجي السايس تشرح السايس لك ولا السايس لك بيتك. أما بيت الله تجديد إيمان المسلم، دي كلام من اللي نزل الله لنا. تجديد إيمان المسلم مش تفسيد. أنت هذا بفعلكم، هذا تفسيد إيمان المسلم، تفسيد إيمان المسلم. يعني يطلع يدقه 7 ساعات سياسة، 7 ساعات سياسة، 7 ساعات 8 ساعات يخطب من الليل، والليلة هو يخطب ما قال الله ورسوله دقيقتين والله ما يمهلك حتى تغسل دقيقتين. له سياسة يمسك الخط عادو يكون ناقص والله نشدي خط شقيت كف المنبر ويجلس يرغي الذي يقول سايسو ما هو يقتلب لي يعني عظمة بالسياسة، عظمة، وهو قسما بالله ما بطيز الخر عاد يكون شموخ خفر قاتل يعي. والله لو ربي يوليني عليكم إن شاء الله أن ربي يولينا عليكم وبصركم بعد يا سياسيين. بيت الله ما بالسياسة. هل الله كتب بالقرآن أنكم تسايسوا داخل بيته؟ هذا جامع أبتني إلى الصلاة والعبادة، والذي يدخل يصلي الجمعة هذه تخلي الذي يصلي الجمعة تديله أنت صور أحاديث، هذا يخلنا يرجع كل يوم مش الليل. أما سياسة احنا شابع سياسة، الشعب شابع سياسة. قال لك سياسة، الشعب شابع سياسة. السياسة قام بيعمل جنب أصحاب الكلام يبيعوا سياسة. الناس باغرين نجحارهم وارمت من السياسة، وأنتم زدكم فوق المنابر، فوق بيوت الله. أقسم بالله إنكم من أهل جهنم، والله يشهد إنكم من أهل جهنم، لأنكم تفسدوا، أنت تفرقوا الإسلام. ناس بعض الأحيان ناس تقول لك أخينا مدخل أعمل بهذا، مدخل أصلي مو من جمعة، مو من سمعة، هذه سمعة، قلب الجمعة لا سمعة. مدخل أسمع لي بغرة، أسمع لي سياسة. هل أنا دخلت مجلس سياسي ولا دخلت بيت الله أصلي أسمع أخشع القلب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.